هذا هيك وقفتوا صحيح؟ هيك صحيح. الآن نكمل بس هنا كان لازم الحكم يعمل ردة الفعل. كيف؟ البدني. هنا التكنيك اللي بنتكلم عنه. شو يعني؟ ما يظل واقف. يركض. لازم يركض عند لاعب الرمثة. لازم يركض عند لاعب الرمثة، لأنه هنا توقع الحكم. أنت أولا ما فيش حكم مساعد يساعدك. الخط هذا من مسؤوليتك. وأنت أي قرار دقيق وأي قرار مهم يجب أن تكون عندك زاوية رؤية واضحة حتى تتخذ القرار. نكمل وبرضه ما ركض. نكمل ستوب. بس شوف، بس الحكم هنا عمودي على الحالة. يعني عمودي على الحالة، زاوية الرؤية عنده بتكون صفر، ما بتكونش زاوية الرؤية مفتوحة. وين لازم يوقف؟ لازم يوقف عند بين لاعبين الفيصلي اثنين على جنب. على جنب. يعني يقرب أكثر على الحدث ويشوف. لأنه هناك بكون قراره أكثر دقة. يعني زاوية الرؤية عنده بالضبط. زاوية الرؤية. قلت لك هنا كمان مرة بنتكلم عن التكنيك مربوط بالتوقع ومربوط بردة الفعل البدني. نعم. فهنا الحكم برغم انه هو شايف الحدث، لكنه هو ما عندهوش زاوية الرؤية التركيزية الكاملة لاتخاذ القرار إذا صحيح أو مش صحيح. نكمل نشوف بالبطيء الآن هل هناك ركلة جزاء أو ما فيش ركلة جزاء. خلينا نشوف محمد، كملها. خلينا نشوف الإعادة القريبة أو الكلوز، نشوف التلامس. هون حسب ركلة جزاء الحكم محمد أبو لوم، كان في اعتراض من اللاعبين وفي انذار أيضا على لاعب نادي الفيصلي. هو الانذار أعطاه على اعتبار أنه يعني منع هجوم واعد إذا كانت في ركلة جزاء. نعم. يا ريت نشوف الإعادة محمد إذا كان في الإمكان. بس يعني حتى يعني إذا كان الانذار على اساس انه في فاول ومنع هجوم واعد. مش فرصه محققه، لانه ما كانش باتجاه المرمى، كان باتجاه خط المرمى. هنا الاعاده. شوف لاعب الفيصلي، لحظه، لاعب الفيصلي ركز على انه يلعب الكره، لأن كل تركيز لاعب الفيصلي يلعب الكرة. ما لعب الكرة كمل لاعب الرمثة. من الإعادات اللي شفتها أنا شفت ما في تلامس وقع من لاعب الفيصلي باتجاه لاعب الرمثة، ولاعب الرمثة كمل بالأخير فقد توازنه وهو سقط لوحده. يعني أنا من وجهة نظري ركلة الجزاء غير صحيحة. نعم غير صحيحة، وكان السبب فيها أنه تكنيك الحكم ما كانش وزاوية الرؤية ما كان تكنيك الحكم. إذا هاي الحالة هاي يمكن الفيصلي فيها أخذ انذار وأخذ ركلة جزاء وهي غير التنتين. خليك نتكلم عن قرارات. نعم. ركلات الجزاء حالات تقديرية صعبة للحكام. نعم. وركلات الجزاء يعني فيها نوع من التوفيق أحيانا خاصة بالحالات الدقيقة. احنا شفنا بكأس العالم للقارات عدد أو يعني 3 إلى 4 حكام من نخبة حكام العالم ما كانوش